من كام سنة كان في راجل صياد في البحر يوماتي على الله بيخرج وهو فاكر ان هو عارف كل حاجة عن السمك، يصطاد عشان ياكل ويبيع ويكسب فلوس. لكن في يوم من الايام رجع ومعاه سمكة مختلفة شوية، شكلها عادي، بس لما سأل عليها عرف ان هي سمكة من اعلى الانواع قيمة غذائية وكمان غالية. الغريب بقى انه نفس البحر فيه سمك كتير، في منه اللي مفيد لصحتنا وانواع تانية لازم تتاكل بحذر، ومنها اللي بيفرق في صحة القلب والدماغ، ومنها اللي لو زاد عن حده بيأثر علينا. السؤال هنا ازاي تختار السمك الصح؟ وهل فعلا في سمك مش مفيد لينا او كتره ما يبقاش حلو لصحتنا؟ الحلقة النهاردة هتجوعنا كلنا، واسمع القصة. خلينا نقول كده انواع السمك اللي ممكن تبقى مفيده لينا وبالذات لاطفالنا صديقي الصغير. ونبدا بالسلمون اللي غني بالاوميجا 3 ومهم جدا للقلب والمخ كمان، وبروتين عالي للعضلات، وبتساعد كمان في تقليل الالتهابات وتحسين التركيز. انا عن نفسي باكل سلمون واخش اجتماعات عشان ابقى مركز مع الناس. طب عيوبه ايه؟ غالي يا اخي، في انواع مزارع بيبقى دهونه عاليه واحتمال يكون فيها ملوثات، هاته من مصدر موثوق. طب يتاكل كم مرة؟ من 2 ل 4 مرات في الشهر، وممكن أقل عشان الميزانية، بس حطه في حساباتك أحسن من اللحمة، وجميل وآمن للحوامل والأطفال، مهم جدا لنمو مخ الطفل. في كمان التونة وفي السردين، بس أنا هتكلم على السردين الأول. السردين غني بالكالسيوم، مهم للعظم، وأوميجا 3 كمان، سعره تمام ومتوفر، احنا بس اللي بنتبطر عليه. انا اليوم اللي كان بيبقى فيه سردين كنت بهرب من البيت يا صديقي. عيوبه انه غالبا معلب وملحه عالي، فانت دايما هاته عادي. ومسي على بحري، اي حد بيتفرج عليا من بحري تحيه لمعلمين الكوكب. انزل سوق بحري تجيب احلى سمك في حياتك. والسردين يتاكل من 3 ل 5 مرات في الشهر، ومفيد جدا للاطفال والحوامل عشان ما فيهوش نسبه زئبق كبيره. طب التونه بروتين عالي وغني بفيتامين بي 12 وطاقه حلوه، بس عيوبه في نسبه زئبق عاليه شويه تخلي الواحد غبي. الموضوع بالنسبه لنا شويه يمشي الحال، بس لاطفالنا بلاش نديهم تونه كتير. وفي كمان الماكريل والبولتي، وخلينا نبدا بالبولتي يا باشا، احنا ناس على قد الحال. البولتي جميل وسهل الهضم ويديك البروتين المطلوب لجسمك ولطفلك، ومناسب للدايت ومتوفر ورخيص. ملوش عيوب يعني قوي، هو بس نسبه الاوميجا 3 مش كتيره، اللي هو جودته تعتمد على التربيه. ويتاكل من 4 ل 6 مرات في الشهر. وكتير من خير البحر لسه موجود، من اسماك ومأكولات بحريه تانية لسه هنتكلم عنها. عندك البوري والقاروص والدنيس وموسى والهامور لسه. وطبعا كل الاسماء دي للسمك بالبلدي المصري، تختلف المسميات لكل بلد. لسه هنتكلم ونعمل سلسله عن اجودها وارخصها والافضل للدايت والمناسب للاطفال والحوامل. السمك هو الاكله الشعبيه الرخيصه واللي المفروض تفضل رخيصه، عشان ده رزق البحر. ولو غليت اتعلم الصيد وانزل اصطاد، اكل نفسك واهلك واكسب فلوس، واسال اهل بحري. الفيديو ده اصلا برعايه اهل بحري واهل ابو قير عشان ما نتخطفش. السؤال هنا بقى يا صديقي، لو النووي لا قدر الله اتضرب في المحيط، هل هيأثر على اسماك؟ انا مش بتكلم على الميت، انا بتكلم على الحي. اكتبوا لنا في التعليقات.